نفتح الشباك كده وبسم الله. والله اني مش عارفه اتكلم ولا عارفه اقول لكم ايه، بس هي جت فجاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. طبعا حبايب قلبي زي ما انتم شايفين في اول الفيديو كده، حبيت اجيب الاول الحته دي بصوتي. فطبعا حبيت كده اخلي الفيديو يعني ليه روح وكده، بما ان هو روتين، والروتين اصلا انتوا ما بتحبوش الروتينات، انتوا بتحبوا التحديات، المقالب، حاجات من دي. فطبعا يا حبايب قلبي مفيش اي حاجة خالص، مجرد بس فيديو يعني بهزر معاكم وكده، لكن انا مفيش اي حاجة حصلت خالص. وعشان لا يسأل وكده، انا ما اتخطبتش ولا اي حاجة خالص. فطبعا يا حبايب قلبي كده اول فيديو بدأت معاكم. كنت اصلا لسه، يعني انا اصلا لسه لحد دلوقتي وانا بسجل لكم الفيديو الساعة دلوقتي بقت 10. وانا اصلا لسه ما نمتش، فانت هتلاحظ على صوتي شوية ان هو يعني ان انا عاوزة انام شوية. بس والله حلفت ان انا ما انامش الا لما اسجل الفيديو وامنتجه واصور الفيديو واخلص كل حاجة وانزله كمان. فطبعا يا حبايب قلبي زي ما انتوا عارفين بقى ان انا بتاخر عليكم كده في الفيديوهات، بس يعني انا اتشجعت بقى، ادعولي كده ان ربنا يوفقني كده، وبالذات ان انا ما عادش هعرف اعمل فيديوهات تاني لان في الامتحانات بقى تبدا وكده، وانتوا عارفين ان تالتة اعدادي صعبه. فاللي هيقول ازاي يا رميس انت لسه في تالتة اعدادي؟ انا في تالتة اعدادي يا جماعه. لو هتشوفوني على الحقيقه انا صنت يا جماعه. فطبعا زي ما انتوا شايفيني كده بقى، اول حاجه بدأت كده بيها ان انا على طول يا جماعه، يعني لما اكون كسلانه، اكون تعبانه، اكون في اي حاجه، اكون عاوزه انام، لازم بشغل سورة البقرة كده، ولعلها لينا وليكم خير ان شاء الله. فطبعا بشغل سورة البقرة كده وبشغلها بقى يعني مثلا بنام عليها او بتشجع كده لما اسمع صوت القرآن. فطبعا ربنا يا رب يجعلنا من اهل القرآن جميعا. وطبعا يا حبايب قلبي كده بقى زي ما انتوا شايفين ان انتوا يعني اول حاجة بدأت فيها ان انا جبت كده الطرح. انا كان دولابي، انا اصلا ما بصيش في الدولاب ان هو منكوش وكده، بس انا كنت بقى اليومين دول كنت بخرج وكده، فالدولاب ما كانش فيه يعني ان هو يعني ايه، فاهمين انتوا فاهمين يعني لما تكونوا خارجين فاهمين بقى بتطلع هدوم وتدخلوها تاني وكده فالهدوم بتتنكش وكده. فطبعا سبتها عشان اصورها معاكم. طبعا زي ما انتوا شايفين يعني نص الهدوم انا يعني الهدوم اللي بتتلبس على بناطيل وكده انا هطلعها لله،
ان شاء الله اجري ليا يا رب ولمامتي ربنا يرحمها. فطبعا يا حبايب قلبي هطلعها لله ان شاء الله، لان انا معدش هلبس بناطيل تاني، عشان انا ممكن يعني مش ممكن انا هختمر ان شاء الله. زي ما انتوا شايفين برضو فيديو الخمار، لما قلتلي يا رموسة ما ينفعش تلبسيه وتخلعيه تاني وكده، او ما ينفعش تلبسيه عامة وتلبسي بناطيل. انا عامة ملبسش لسه الخمار، انا كنت بجربه بس تجربة. انا لما البس الخمار هحافظ عليه وهحافظ على ان انا اسمي لابسة خمار. فطبعا انا اصلا عامة معدتش بلبس بناطيل، اللي عندي بنطلون بفريند بلبسه يعني، بس مش بلبسه كتير. كل لبس بقى عبيان او دريسات وكده، وربنا يهدينا جميعا يا رب. فطبعا يعني اللي زيي وكده، او اللي مثلا في سن ال20 او في كده، يعني ما ييأسوش ان هما يتوبوا لله وكده، فاهمين؟ انا والله ما شيخة ولا كل ده ان انا بنصحكم ولا كل ده، انتوا كده عارفين رحمة ربنا، وعارفين ان ربنا تواب رحيم. ان انت لو اخطأت وعملت ذنب وعملت كل الحاجات اللي في الدنيا اللي ربنا يعني حرمها ورجعت له وتوبت ليه، ربنا عمره ما يرد عبد ابدا. فطبعا الواحد يعني لازم نكون فخورين بنفسنا كده، اللي سنه 20 او 30 عامة، او سن زي مثلا زي كده اللي زي زمايلي، او عامة صحابي، او اي حد زي كده بنات زيي. فطبعا احنا نفتخر ان احنا مثلا عايزين نتوب، او نطلع يعني نكون طالعين من سن ال20 او ندخل سن ال20 واحنا تايبين لله كده. ده احلى شعور في الدنيا كلها، ان الواحد يتوب من صغره. يعني في ناس كتير يعني مش بدون ذكر اسماء، او ان احنا مش عايزين نتكلم بس هقول لكم يعني حاجه بسيطه خالص، ان انا اوضح لكم. مثلا في ناس كبيره او ناس يعني قربت ان هي يتوفاها الله وكده، وما تابوش لسه لله، او بيعملوا حاجه ربنا حرمهم منهم وما بيتوبوش ولا بيرجعوا لربنا، او ما بيصلوش او كده. بس احنا بقى ما بالك بقى احنا مثلا لسه ما دخلناش سن ال20، او احنا في سن ال20 وبنتوب لله كده ودايما في دماغنا ان احنا نتوب لله. طبعا يا حبايب قلبي انتوا كلكم كنتوا عارفين ان انا كنت بظهر شعري وكده، فالحمد لله يا رب، الحمد لله، الحمد لله رب العالمين الذي عافانا ما كنا من ان كنت ببين شعري. طبعا دي حاجة محرمة، محرمة جدا، ان لازم الرقبة والشعر والقدمين والايدين وكل ده ما يظهرش من الحجاب وكده. بس انا كنت بظهر رقبتي وكنت بظهر شعري، والحمد لله الحمد لله ان انا ما عنتش بظهرهم يعني. عامة انا مش بقول عشان ان انا بفتخر يعني ان انا عملت كده، او ان انا يعني بفتخر ان انا عملت كده بس من ورا الكاميرا ما بعملش كده. انا فعلا بفتخر ان انا بعمل كده وعملت كده، والحمد لله من ورا الكاميرا او قدام الكاميرا ما بقتش ابين شعري. الحمد لله يا رب، الحمد لله. فطبعا يا جماعة ربنا يا رب يسامحنا جميعا ويهدينا جميعا كده. ف برضو انا يعني شايفة برضو ان الشباب كلهم، او عامة كل ما افتح سوشيال ميديا بلاقي ده متوفي وده متوفي، وقرايبنا يعني ناس مننا او ناس نعرفهم ما نكونش متوقعين ان هما يتوفوا. فالمفروض ان احنا نعمل حساب ان مثلا ممكن في اي دقيقة ان احنا نروح. عامة الموت مش وحش ولا كده، ده الموت رحمة عامة للجميع يعني. فلازم نكون كده لما احنا نكون مثلا نكون ميتين على سيرة طيبة. البني ادم يعني مش هيسيب حاجة بعد موته الا سيرته الطيبة والحسنة ان هو كان بيعملها، والسيرة الطيبة اللي هو كان بيقولها مع الناس وبيتكلم مع الناس بطريقة حلوة، او الناس كانت بتحبه وبيعمل اللي الناس عاوزينه وكده. فده اللي هيبقى لك، مش هيبقى لك اي حاجة غير كده. يعني مثلا لما حد يكون فاتح قناة ويقفل القناة، يعني يكون يتوفاه الله، بس هيبقى ليه ذكريات، وانت هتاخدوا الفيديوهات او هتاخدوا عامة الصور وهتاخدوا الحاجات دي كلها.
وطبعا زي ما انتوا عارفين هتدعوله او تدخلوا الفيديوهات زي ما ماما زي دلوقتي حاليا كده، زي ما انتوا بتدخلوا على فيديوهات ماما دلوقتي من بعد ما توفاها الله، ربنا يرحمها يا رب، هي وجميع امواتنا واموات المسلمين. بتدخلوا على فيديوهات ماما القديمة بتدعوا لها بالرحمة وانا بتبسط جدا جدا منكم. انا عمري ما شفت اخوات، انا بتمنى كده لما انا اموت زي ماما كده، الناس كلها تحبني والناس كلها ترحم لي وانا حتى ميتة. يعني كانت الناس بتدعي لماما وهي عايشة، وحتى وهي ميتة الناس فاكرينها، لانها ايه بقى، كانت بتعمل كل الطيب، يعني كل الطيب للناس كانت بتعمله ماما، من غير يعني مش عشان هي امي او كده، بس فعلا ماما كانت اعظم ست في العالم، والله اترحموا عليها. امي كانت اعظم من، يعني اعظم من نساء العالم دي، ماما كانت كده، فترحموا على ماما كده وادعوا لها كده ربنا يرحمها. فطبعا يعني زي ما قلت لكم الواحد يعني لما يموت ما بيسيبش الا صورته الطيبه، يعني ماما ماتت يعني، والفيديوهات اللي كانت بتعملها وكانت بتدعي للناس وكده، والناس كانت بتدعي لها وكانت بتدي نصايح للبنات وكده، الفيديوهات دي اللي دامت دلوقتي يعني ويعني الناس بتترحم عليها دلوقتي. فطبعا ربنا يرحمنا جميعا. فندخل بالفيديو بقى. عامة عملت انا بقى ايه يا ولاد، جيت بقى كده، لو معلش بقى لو التسجيل يعني الفيديو مثلا ممكن يكون متحمس شوية، لكن التسجيل ممكن ما يكونش متحمس. ليه بقى يا جماعة؟ لان أنا لسه لحد دلوقتي ما نمتش، انا ما بنامش الا لما اصلي الفجر، ويوم يعني مثلا بصلي يوم، بصلي الفجر يوم ويوم ما بصليش عامة، يعني عشان برضو ايه ما يكونش قدام ربنا ان انا اقول مثلا ما بنامش لما اصلي الفجر. لا، لو بقدر اصلي الفجر بقدر اصلي، لكن لو كده يعني انا يعني النهارده فضلت سهرانه لحد دلوقتي ما نمتش، فعشان كده بقى انا تعبانه يعني ومش قادره اسجل. بس والله خدت وعد بيني وبين نفسي كده ان انا مش هنام ولا هعمل اي حاجه خالص غير لما اسجل الفيديو ومنتجه وانزله واحمله بقى، عشان ايه الدنيا كده تكون حلوة معانا. فطبعا برضو اللي قالوا غيروا ديكور الأوضة وغيري يعني كده الأوضة وغيروا كل حاجة في الأوضة مش حلو الكلام ده كله. طبعا يا حبايب قلبي، في كتير برضو عجبوا ذوق الأوضة وقال لون الأوضة حلو وكده وكل ده. فطبعا أنا عارفة إن في أذواق وأذواق، وعامة اللي بيقولوا رأيهم دول ما بيبقاش من جوه مصر، بيبقى من بره مصر، بيبقى عندهم حاجة أفخم وحاجات من دي، لكن احنا الحمد لله حاجتنا عجبانا. وانا طبعا انا بحب الاوضه دي قوي. انا عامه محبش اطلع من البيت خالص، بحب القعده في اوضتي او بحب القعده في البيت، بحب البيت عامه. فانا يعني كانسانه يعني ان انا بحب اوضتي، يعني إن شكلها عاجبني، انا يعني خلاص انا مستريحه في اوضتي، مش عاوزه اغير فيها ديكور او عايزه اي حاجه اغيرها فيها، مش عاوزه. انا انسانه مستريحه في اوضتي. إيه انت مثلا لا تقول رايك، يعني لو هتقول حاجه يعني لطيفه قول، يعني لو مش هتقول ما تتكلمش خالص، في غيرك بيزعل او غيرك ما بيزعلش يعني. فطبعا انا بايدي ان انا اعمل افخم اوضه واحلى اوضه ولو عايزه اجيب اوضه من الصبح هجيب اوضه كامله واغير البيت واغير الدهان نفسه وكل حاجه اغيرها. بس انا بحب البيت ده لان ماما انا اتربيت في البيت ده. انا جايه من يعني من الحماده للحته اللي اختي امل قاعده فيها دلوقتي حاليا، ان احنا كنا قاعدين فيها قديمه يعني. جايه وانا عندي 5 سنين، فانا اتربيت في البيت ده مع ماما، واتربيت مع تيتا برضو ام مامتي، تيتا بشيرة ربنا يرحمها يا رب برحمته الواسعة. فطبعا انا اتربيت في البيت ده وحبيته واتعودت عليه، فانا مش بالسهل ان انا اطلع او اروح عند اختي مثلا، ان انا يعني انقل وكده. فانا برتاح في البيت ده. وعامة الأوضة دي ماما كانت بترتاح فيها وكانت بتحبها وبتنام فيها على طول، وكانت برضو الدولاب والسرير عشان واسع ومريح، وبرضو ماما كانت بتحبه قوي. فانا بحب الحاجات اللي ماما بتحبها، فعامة ما مش مضايقني خالص ان انا انام على حاجة ماما او كده. انا بالعكس انا بحب وبكون فخورة ان انا بحب الحاجة اللي ماما بتحبها، وبكون فعلا انا مستريحة زي ما ماما مستريحة في الحاجات. فطبعا مش لازم ان انا يعني مش لازم عامة، مش على الكلام، مش عليا كلام يعني عليكم كلكم، ان مش لازم نغير ونجيب دهان ونجيب افخم حاجات ونجيب حاجات كتير والكلام ده كله. اهم حاجة ان انت تكون مستريح في المكان. ممكن مثلا تجيب حاجات حلوة وسرير حلوة افخم حاجات، بس مش ممكن يعني مش مستريح في المكان او مش مستريح في الحاجة دي.
ولو جبت الحاجة القديمة ممكن تستريح فيها عن الحاجة الجديدة اللي انت جبتها. فعامة كله مش بالشكل، احنا مش ناخد بالمظهر، احنا بناخد باللي يريحنا، فاهمين؟ اتمنى نكون وصلت لكل اخت واخ. قالوا لي الاوضه غيريها وكده، غيروا الديكور. وطبعا برضو فيديو امل اختي قالوا لي لما كنت مثلا بعد الاستطاره، فالمهم بابا لما جه وكده كان الكاميرا قصاده، فكان هيعمل الستاره على الكاميرا. فانا لما قلت له لا ما تعملهاش يا بابا، بكل احترام وبكل ادب وبكل يعني كل حاجه حلوه يعني. وطبعا ده بابايا، يعني ده بابايا انا اللي عايشه معاه، مش انتوا اللي عايشين معاه، ومش هتحبوا بابايا اكتر مني. في يعني ناس كده بتشوف بس ما بتسمعش، او عامه ما بتسمعش ولا بتشوف ولا عندها احترام. قالوا لي انت ازاي بتعاملي باباكي كده، وانت ازاي انتوا مش هتحبوا بابا اكتر مني مهما كان او مهما حصل. ده بابايا وهو اللي جابني، وانا بنته حبيبته، هو بابا حبيبي. فانا قلت له كده عشان لو عامل الستاره كان هيغطي الكاميرا، فاهمين؟ وكده بقى يا جماعه نكون خلصنا بقى الاوضه، وزي ما انتوا شايفين لسه مشغله سوره البقره وقربت تخلص اهي. وكده الأوضة خلصت، وما شاء الله ايه العسل وايه الحلاوة دي. طبعا شغلت بخور ورشيت بيراسول، ما علينا يا جماعة اكيد انتوا عارفين. فطبعا دي رموسة تسلم عليكم، تقول لكم ان هي تعبت جدا جدا والله. فطبعا يا حبايب قلبي كده قدروني بقى واعملوا لايكات، والفيديو ده لو واقع مش هنزل ولا اصور تاني، انتوا حرين بقى. فطبعا ده فيديو لعيون امل وهايدي عشان ما يزعلوش، ما عدتش منزله تاني بقى لمده لما الشبكه تشحن المره الجايه. ف فطبعا زي ما انتم شايفين كده دي النتيجه النهائيه. ازاي دي النتيجه النهائيه يا فندم؟ ما علينا يعني يا جماعه. فسلام.